من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكاية لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها. درر من تراث العتيد حملناها، لكرام القوم قدمناها. 3 قصص رواها النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى كل قصة إلا لعبرة من العبر وفائدة من الفوائد. أما القصة الأولى فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يمشي في أرض فلا في زمن من الأزمان. من هو هذا الرجل؟ لا ندري، وفي أي زمن أيضا لا ندري. المهم في هذه القصة هي العبرة. كان يمشي في أرض فلا ومر سحاب فوقه، فسمع صوتا داخل السحاب. تخيل أنك تمشي في صحراء وتسمع صوتا آتيا من فوق السحاب. كان هذا الصوت غريب. قال: سمعت صوتا داخل السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. ذكر الرجل باسمه. فزع الرجل استغرب وقال: من يكلم من ومن يأمر من أن يسقي حديقة فلان؟ وذكر اسمه. فاستغرب الرجل، فإذا بالسحاب يتحرك واتجه باتجاه. هذا الرجل أخذه الفضول، لازم يعرف من فلان وهل هذا الأمر حقيقة أم وهم. فأسرع باتجاه السحاب ليرى أين يذهب. وصل السحاب إلى مكان ثم أرعدت السماء، فبدأ المطر ينزل. فقال: رأيت الماء يتجمع في وادي، يتجمع الماء كله في مكان واحد ثم يسير في مجرى. فبدأ الرجل يتبع الماء أين يذهب. لازم يعرف الصوت هذا حقيقة أم خيال. يقول أن الماء وصل إلى مزرعة من المزارع. فقال: جئت إلى ذلك الرجل فسلمت عليه وسألته: من صاحب المزرعة؟ فأجابه: أنا صاحب المزرعة. قال له: ما اسمك؟ قال: أنا اسمي فلان. فتعجب الرجل، نفس الاسم الذي سمعه في السماء. تأكد الرجل أن الذي سمعه هو ملك من الملائكة. الآن تأكد الرجل أن الأمر حقيقة وليس بخيال. يقول: فقصصت عليه القصة، فأخبره الخبر وما سمع. فقال له: أسألك بالله أن تخبرني، لما السحاب يسقي حديقتك من بين الناس؟ فأجابه الرجل: أما وإنك قد سألتني سأجيبك. قال: أنا أزرع هذه المزرعة، فإذا حصدت جعلتها 3، المحصول كله أقسمه إلى 3. قال: آكل أنا وأهلي ثلثا طول السنة، وأتصدق بالثلث، يعني ثلث يأكله هو وأهله والثلث يتصدق به، بمعنى هو والفقير واحد. قال: والثلث الأخير أرجعه إلى المزرعة لكي أزرعه مرة ثانية حتى تبقى مثل الوقف، حتى يبقى الزرع ما شاء الله. إذن هذا الرجل من الذي جعل السحاب يسخر له؟ إلا أنه كان إنسان يفعل الخيرات ويتصدق، وما تفعل من خير تجدوه. والصدقة لا تنقص المال أبدا، بل تنمي المال وتباركه. يمحق الله الربا وينمي الصدقات، ويبارك الله عز وجل في المال. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أرأيتم الإنفاق في سبيل الله والصدقة في سبيل الله وعمل الخيرات كيف صنعت في هذا الإنسان؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أدرى هذا الرجل أن الملائكة تسخر السحاب من أجله، لكن الله عز وجل أطلع ذلك الرجل لكي يوصل الخبر لذلك الرجل ويثبته على الدين، لأن فضل الصدقات عظيم وفضل الإنفاق كبير. فكم من ناس تصدقوا اليوم بصدقة فشفي مريضهم، فكم من إنسان تصدق بصدقة فصرف الله عنه مصرعا. فالصدقات تحفظ الإنسان وتنمي ماله، تبارك في أولاده ورزقه وصحته، ويرزقه الله من حيث لا يحتسب.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. هذا الرجل في صحراء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقص لنا قصته. لماذا؟ لكي يحثنا عن الصدقات. إن شاء الله تعجبكم هذه القصة وتأخذوا منها العبرة، وللحديث بقية. سنكمل لكم القصة الثانية في سهرة أخرى. إلى اللقاء وتصبحون على خير.